السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. دلوقتي تقدر تشترك في قناتنا وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات، ونساعدك بمعلومات عن كل التطبيقات اللي انت بتحتاجها في حياتك بشكل يومي وبطريقة سهلة وبسيطة. النهاردة هنتكلم عن تطبيق ايتور ترانسليتور. التطبيق ده من أقوى تطبيقات الترجمة اللي اتوجدت على الإنترنت. حجم التطبيق ده 143 ميجا، هو كبير شوية، لكن تطبيق مهم جدا إنه يبقى موجود على أي تليفون محمول. عدد التنزيل للبرنامج أكتر من 100,000 عملية تنزيل، وتقييمه 4.5، وده تقييم عالي جدا، دليل رضا العملاء عنه. التطبيق ده بيعمل ترجمة فوري في الوقت الفعلي لإجراء واستقبال المكالمات. تقدر المستخدمين يجروا مكالمة صوت وصورة وفيديو مع الأصدقاء على التطبيقات الاجتماعية زي الواتساب وويشات ولاين وماسنجر وتليجرام، وفي نفس الوقت بيتم ترجمة المكالمات في الوقت ده. والتطبيق ده ميزته إن مش لازم الطرف الآخر يكون منزل معاك نفس التطبيق، ممكن يترجم مقاطع الفيديو عبر الإنترنت والاجتماعات في نفس الوقت. في موجودين على التطبيق ده كتير من المترجمين البشريين في التطبيق اللي بيساعدوك على ترجمة الهاتف وترجمة الفيديو عن بعد عن طريق الإنترنت. التطبيق ده بيدعم كمان، بيترجم الصور ويترجم وضع الاستماع وبيترجم الحوار وبيترجم صفحة الويب كمان، وكمان بيحتوي على نظام مراسلة فورية ووظيفة للنشر في هذا التطبيق. تقدر دلوقتي عن طريق التطبيق ده لما تنزله ان انت تقابل جميع اصدقائك في كل دول العالم وتدردش معاهم وتنشر الصور، وهتتم ترجمة النصوص والمكالمات اللي ما بينكم، وكمان الاصوات والمنشورات في نفس الوقت. التطبيق ده مش معمول بس عشان يكسر حاجز اللغة ما بينك وما بين أصدقائك في العالم، لكنه كمان مهم جدا لضعاف السمع. التطبيق ده بيتم دعم 119 لغة وبيتصل بأكتر من 200 دولة. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، ولو في أي تعليقات إيجابية أو سلبية على التطبيق أتمنى أن انتوا تكتبوها في التعليقات. ولو حصل أي تطوير أو جديد في التطبيق بعد ما تسمع الفيديو ده بفترة، ياريت تبلغنا عشان نوصله تاني ليك بشكل أفضل. دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات.